هل الكنافة حلوى مصرية؟ ومن الذين أدخلوا الكنافة في مصر؟ ولماذا المصريون يأكلون الكنافة في رمضان؟ في روايتين عن موضوع صناعة الكنافة. الرواية الأولى بتقول إن الكنافة أصلها هي كنافة مصرية، وإن المصريين صنعوها خصيصا لما دخل السلطان الفاطمي المعز لدين الله مصر، وهو دخل مصر يوم 5 رمضان، والسلطان جه مصر من ناحية الجيزة، والجيزة كانت ساعتها صحراء، والمصريين كانوا فرحانين بيه جدا وكانوش عارفين يعملوا معاه ايه، فقدموا له صناعة الكنافة وهم اللي أبدعوها وقدموها ليه كهدية. وكانت الكنافة في الوقت ده للسلاطين والمماليك بس. والحلوى انتشرت في مصر لدرجة إن المصريين حبوها جدا وبقوا يعملوها كتير في شهر رمضان. أما الرواية التانية بتقول إن الكنافة أصلها كنافة شامية، وإن أهل الشام هم اللي اخترعوا الكنافة، وبيرجع الأصل إن الكنافة صنعت خصيصا لمعاوية ابن أبي سفيان لما كان في الشام، وإن معاوية ابن أبي سفيان لما كان في الشام كان بجوع في نهار رمضان، فجم أهل الشام صنعوا له الكنافة مخصوص علشان يسدوا جوعه في نهار رمضان، وسميت كنافة معاوية.